هل المنتخبات الآن مع ما ينجزه الإطار المحلي بات الاختيار أفضل من مدرب أجنبي الذي طالما كان الخيار الأول وتوفر له كل الظروف والإمكانيات؟ أنا على المستوى الشخصي أفضل المدرب الوطني للمنتخبات، بس كل بلد ولها عاداتها وتقاليدها. إنما على المستوى الشخصي أنا أفضل المدرب الوطني. الراجل هادي وما بيألفش يا مين، فاهم؟ ما بيألفش وعارف إمكانيات حدود فرقته، فاهم؟ فبيقدر ينقل المشاعر دي والناحية دي التكتيكية لدى اللاعبين، وحتى الآن هو ناجح. حتى الآن هو ناجح وما بيتفلسفش، فاهم؟ في بعض المدربين لما كل دور يتمكن أو الأداء يتحسن يدي التاتش بتاعه، هو لا، هو واقعي وفي. ايوه واقعي وعارف حدود الامكانيات السكواد اللي معاه، عشان كده هو ناجح. هو كده ناجح. نيجي بقى لهوجو بروس. ده بص، اصل انا ما بحبش، ما هو مدرب جنسيته ايه ده؟ بلجيكي. ده انتوا بلجيكا خربتوا بيت كلكم، عملتوا مجازر وبتاع، وتيجي انت بقى عاوز تعلمنا وتقول لك ملاعب ومش ملاعب. العب بقى، ورينا في التكتيك، ورينا في اللعب. فخرج القاره الافريقيه بتاعتنا. انا بحب القاره قوي، فما فيش، مش عاوز عاد يجي يقول للقاره انتوا كنتوا فين واحنا بقيتوا فين. انتوا بصوا لنفسكم الاول. القاره دي ذات ارث، ذات تاريخ وذات حضاره. ده انتوا اللي خربتوا القاره، ده انتوا اللي نهبتوا القاره، ده انتوا اللي خدتوا ثورات القاره. فما تجوش بقى تيجوا للقاره بتاعتنا وعايزين تبوظوا كل حاجه. فنيجي للمستوى الرياضي، انا مبسوط بالاداء الفني لدى البطوله، لان الكبار القاره جاهزين. صحيح. والاجواء حلوه والملاعب حلوه. طالما كبار القاره جاهزين المفاجآت بتبقى قليله. صحيح، وهذا ما حدث في الدور الاول. ايوه بتبقى قليله. عشان كده المستوى الفني من افضل المستويات الفنيه لدى اخر بطولات القاره الافريقيه، لانها عندها مواهب وعندها مدربين اصحاب تاريخ كبير. حاجه تانية خاصه بالكاميرون وخاصه بالمهاجم بتاع الكاميرون كوفاني. ده موهبه ذات على الطراز الرفيع. لعيب ايه، شفت الكره الهدف الثاني، الارتقاء ايه والتوجيه ايه، لا حاجه حلوه قوي. فالحاجات الحلول الفرديه والمهارات الفرديه هي اللي بتعمل الفرق. مش تقول لي مدرب وتشيل مدرب. الكوره جوده، التلت الاخير جوده، مش مدرب بس. شلت المدرب، الجوده موجوده، لا مش هتعاني. الفرق اللي وصلت لحد الان لدور الثمانيه، نمسك السنغال، ماني، جاكسون، اللعيبه الموجوده. تيجي لمصر فيها مرموش، فيها صلاح. تيجي المغرب دياز، الكعبي. فاللعيبه في الاخر المدرب بتاع المنتخبات هو يصلح، يحط الاطار العام، والجوده هي اللي بتعمل لك الفرق. عشان كده النهارده شفنا الكاميرون في دور الثمانيه مع انها الاقل، بس عندها مدرب واقعي، مدرب متواضع، وعندها امكانيات فرديه، مهاجم شاب يعرف يحط الكره في الشبكه. الكره مش كيمياء ولا فيزياء، الكره سهله سلسه بساطه. مش مدرب بس، مدرب وجوده ومنظومه عشان تنجح المدرب. مصر عندها تجربه، احسن تجربه ليها بمدرب وطني، بمعظم اللعيبه كانت من الدوري المحلي. نعم. بس عندها هويه وعندها تواضع ومفيش غرور ومش متعالين على القاره، بل كنا بنحب القاره ونحب المشاركه في البطولات الافريقيه. كلمتك كانت كلمه الوداع وختامها مسك مثل ما نقول. كل الشكر لك كابتن محمد ابو تريكه. جيريمي شكرا جزيلا لك، بون كوراج، بالتوفيق. نفسك بعد الآن. الخصم القادم هو المغرب. سوف نرتاح، نركز، نجهز المباراة، نتابع مقاطع الفيديو ونرى كيف سندخل في تلك المباراة. وهذا كل ما في الأمر. لكن الأمر المؤكد الآن هو أننا لن نذهب هناك فريق ضعيف، بل نحن نريد أن نواصل المغامرة بالتأكيد بعقليتنا الإيجابية التي ستتواصل بلا شك، ونحاول أن نقلق فريق المغرب في المباراة القادمة. شكرا. كان هذا معنا مدرب المنتخب الكاميروني دافيد باكو. كل الشكر لطارق أحمد ولمدرب المنتخب الكاميروني دافيد باكو. مدرب هادئ واثق وواقعي كذلك في تصريحه. نعم، أنا قلت لكم بأن هذه مجموعة تنشأ من جديد. هو ذكر ذلك أيضا وأكد بأنهم في تطور جيد جدا. هذا أمر إيجابي ومشجع، خاصة عندما تأتي الانتصارات لتؤكد ذلك. الآن سوف يواجهون البلد المنظم في بلده في ملعبه، وهذان منتخبان كبيران جدا في كرة القدم الأفريقية، يحترمان بعضهم البعض. يجب أن نذكر ذلك لأن هناك تاريخ بين المنتخبين. عندما ننظر إلى المواجهات بين المنتخبين المغرب والكاميرون، أظن بأن منتخب الكاميرون لديه أفضلية بسيطة. لكن عندما ننظر إلى المباريات مؤخرا لمنتخب المغرب، خاصة في كأس العالم الأخيرة في دولة قطر ومستوياتهم مؤخرا كذلك، أعتقد أنها ستكون مباراة مثيرة للاهتمام ومنتظرة. أنا سعيد لأنه عندما ننظر اليوم إلى مستوى كرة القدم اليوم، خاصة في قارة أفريقيا، هناك تطور كبير جدا في العديد من المجالات خاصة. وهذه فرصة لي كذلك كي أهنئ فعلا منتخب المغرب والمغرب كذلك لبنيته التحتية، للظروف التي يقدمها كذلك والتي يعيش فيها اللاعبون الذين يشاركون في البطولة. نحن نتذكر عندما لعبنا في فترتنا كان هناك حرارة كبيرة جدا، ظروف مستحيلة تقريبا، ولكن هنا نرى بأن اللاعبين في أفضل الحالات والظروف، لذا ارتفع المستوى وتطور. واليوم نحن نقارن عندما ننظر إلى هذا المستوى كأس أفريقيا في هذه النسخة، نحن نرى أن هناك تطور كبير جدا، لأن كل هذه الظروف متوفرة وموجودة. وقارة أفريقيا كما تعرفون بأنها تأتي دائما بلاعبين كبار في كرة القدم، ولذلك نرى مباريات كبيرة مثل هذه. والمباريات القادمة ستكون حتى أفضل ومثيرة بلا شك. سوف ننتظر هذه المباريات بحماس. هذا ما نتمناه، وتصريحك بطبيعة الحال هو فخر لنا باعتبار أن هذه البطولة تسير إلى حدود اللحظة على أحسن ما يرام رغم الأمطار، بجمال هذه البنيات التحتية، بجمال الملاعب وكذلك الأرضيات التي
التي لم تتأثر، ونتمنى ألا تتأثر. كابتن، أريد أن أسألك على المدربين المحليين الذين أثبتوا إلى حدود اللحظة الكفاءة وها هم متواجدون. بطبيعة الحال هناك من غادر مثل سامي طرابلسي. أذكر فقط أنه المباراة بين المنتخبين الكاميروني والمغربي ستكون يوم الجمعة المقبلة على الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة. مروا إلى دور الثالث نوعا ما، ربع نهائي الآن، وهذا جيد إيجابي بالنسبة لنا. هذه مجموعة تتكون خلال البطولة، وبفضل هذا التأطير الفني الجيد تهانينا لهم، نهنئهم فعلا. هناك انتظارات كبيرة الآن، ويجب أن ندرك أن الآن كل شيء ممكن في الحقيقة. لا يزال هناك مباراتان فقط لبلوغ النهائي، لذلك هم يجول هذا في ذهنهم بلا شك. الآن الثقة موجودة بلا شك. كنت أتحدث عن كوفان اللاعب الشاب الذي وشاهدنا اللاعبين يحملونه على الأكتاف، وهدفه كان مؤثر في سير هذه المباراة لأنه جاء في الدقيقة 47. تماما، نعم، كان هذا السيناريو المثالي بالنسبة لنا، أي تتقدم بهدف قبل نهاية الشوط الأول وتعود وتسجل مباشرة عند بداية الشوط الثاني. أنا أؤكد لكم بأنه عندما تكون لاعب يكون هناك حافز أكبر عندما تسير الأمور بهذه الطريقة. نحن أدركنا أننا قريبون من الترشح وضاعفنا المجهودات وفعلوا ذلك. هذا فوز مستحق، تهانينا فعلا لكل الفريق. كابتن محمد، توقعاتك بل تمنياتك صدقت، لكن باستحقاق كاميرون.